أهلا بكم يا جماعة. أنا النهاردة عايز أكلمك في حاجة، إنك دايما يعني مثلا إيه في أثناء رحلتك ما أنت بتحاول إنك تعمل حاجة لنفسك أو بيزنس لنفسك. تمام، ده كويس وكل حاجة. مش غلط خالص إنك تعمله جنب مثلا ما أنت مثلا إيه بتشتغل. زي ما احنا اتفقنا قبل كده إن دوت مهم جدا. طيب، قدرت انك تعمل ده، ايه بقى خطوات اصلا انك تحاول تعمل ده جنب انك تشتغل؟ وازاي مثلا انك تحدد ايه هي الشغلانه اللي هي مناسبه ليك مثلا للوقت الحالي؟ دي مثلا حاجه مهمه جدا. يعني مثلا انا مثلا ايه انا مثلا كمبرمج، تمام كده، كنت ايه مبرمج خريج هندسه برمجيات القاهره الجديده. طيب، خلصنا الحاجات دي كلها وكده، لقيت مثلا سوق البرمجه مثلا لسه ما فيش شغل وكده، زي اي شاب عادي جدا بتحصل. اخدت كورس 6 شهور في البرمجه في حاجه معينه، تمام كده، في النوت جي اس تحديدا. طب لقيت الدنيا لسه مش ماشيه لسه، مش لاقي شغل. فقلت ايه بقى؟ طيب، خلي السوق بقى هو اللي يحدد السوق محتاج ايه. فمثلا لما تتابع مثلا السوق المصري وكده، تفهم ان اكتر حاجه اي مكان محتاجها حواليك ممكن تبقى مجال معين مثلا، اي مجال. فمثلا انت مثلا اخترت الايه المجال المعين اللي انت شايفه ان هو ناس كتيره ممكن تكون محتاجاه، اللي هو بيحل مشكله كبيره، او انت شايف ان هو مجال كبير وقوي مثلا في البلد اللي انت فيها، ايا كانت ايه هي. تمام. تمام، ابتديت تتعلم المجال ده بجنب المجال التاني اللي انت بتدرب فيه نفسك كل يوم حاجه صغيره كل يوم. طيب، المجال ده بقى اللي انت دخلته ده، تبتدي بقى تحاول ايه الحاجات اللي انت بتتعلمها دي، ادام هو مطلوب كتير، حاول بقى انك تعرضها. تحاول انك تعرضها ازاي بقى؟ تنزل مثلا الاماكن اللي هي ممكن تكون طالبه حاجات زي كده، وتحاول تعرض خدماتك. تحاول بقى ايه، لما تحاول بقى تعرض خدماتك على الاماكن دي، هتلاقي نفسك بتتعلم مهارات كتيره قوي. سياسه التسعير هتبقى عامله ازاي، سياستك انت في التعامل مع الناس تبقى عامله ازاي، امكانياتك انت ايه بالنسبه اللي انت تقدر تقدمه للمكان، مين هو العميل بتاعك. فاهم قصدي؟ فلما انت تحاول تفهم الحاجات دي كلها مع بعض، وتحطها في سياق معين، وتفهم انت ممكن تكون ناقصك ايه، وعايز تاخد من ديت مثلا من مكان مثلا ممكن يكون خبره وكده. فساعتها فانت لو لقيت شغلانه، ما تمنعش نفسك انك تتعلم ده مثلا من مكان كبير، بمقابل انك ايه اللي انت هتتعلمه هتطبقه برضه مع نفسك. فهتبقى الاستفاده بطبيعه الحال ايه 10 اضعاف الشخص العادي. فاهم؟ فلما انت تعمل ده، هتلاقي نفسك لا ان انت بيبقى عندك مثلا اول عميل مثلا احتاج يعني يا ريت، فابتديت تتعلم من المكان ده. انت بقى ايه، انت مش المكان اللي هو انت بتشتغل بيه ده، انت مش معتمد عليه. فاهم قصدي؟ انت ما عندكش اعتماد قوي على المكان ده، لا، انت شايف ان المكان ده عادي تتعلم منه خبره، هتعرف تطبقها مع نفسك. هي دي النقطه اللي انا عايزك توصل لها. بتتعلم خبره من مكان، بتحاول تطبقها ايه مع نفسك، وتجيب بيها عملاء لنفسك طول الوقت. لكن مش معنى ان انت في المكان تفضل في المكان وخلاص، لا. فاهم قصدي؟ فانت طول الوقت بتحاول تجيب نفسك عميل، وبتحاول تتعلم من المكان اكتر حاجه. تمام. فهي دي يا جماعه كانت الحاجه اللي انا استفدتها الفتره اللي فاتت، واللي انا بطبقها مع نفسي، واتمنى ان انتوا كمان تستفيدوا منها. والى اللقاء في حلقه جديده من يلا لوك، ومع السلامه. باي.